لما يكون في حاجه انت ظاهره قدامك وواضحه صرح اللي قدامك بيها. في زوجات بيبقى عندها يعني من الحنكه كده تقول لك انا اسكت لحد ما الموضوع يتلم لوحده. طب لو الست مش قادره صرحيه، والمصارحه تكون برحمه، لان انت المشكله انك لما بيحصل موقف انت بتبداي تشكي فيه، ولو انت تقصدي بالذات يعني ان يكون بيعمل علاقات اخرى، ان هو بيعمل علاقات اخرى، هو بيعمل علاقات او اخرى محطوط وضع شك على طول. يعني مثلا شغال في حته، اعرف حد بيشتغل معاه مثلا في نفس المكان، احاول اشوف هل هو واصل للمكان ولا لا، اللي هو على طول حاسس ان هو متحاصر بطريقه غير مباشره. لا دي بقى هي اللي تروح تعالج الشك جواها الاول. لان انا زي ما بقول لحضرتك، انت دلوقتي لما بتقولي لحد انت بص انت كداب على طول، انت شكلك وحش على طول، ايه اللي بيحصل بعد شويه؟ هي بتثبت عليه وهيفضل اوكي مش انا وحش، طب انا وحش. زي بالظبط ما بنقول لاولادنا انت ما تسمعش الكلام، انت كداب، انت حرام، انت كذا. كانوا زمان بيقولوا ما تقعدوش تقولوا يا مثلا يا بطه يا بطه يا بطه. طب انا بطه انا بطه. ايوه بالظبط، ما انتوا الوحش حصل، انا مش متوقعه حاجه اوحش من كده. فهي الفكره ان انا ما اقعدش انخور لحد، حتى لو ما كانش في حاجه هتيجي الحاجه. فلو انا عندي مشكله الشك دي، لا مهم جدا جدا ان الزوجه تتعامل معاها، والزوج برضو لو عنده نفس المشكله يتعامل معاها، يحرر مشكله الشك من جواه. لان الشك يا جماعه يعني معلش عشان برضو بقى دي الناحيه بتاعتي شويه، اساسها صدمه في الصغر هي اللي ولدت استراتيجيه الشك اللي احنا بنعيش بيها، او احساس عدم امان منه مثلا في الفتره دي. يمكن ما هو احساس عدم الامان بقى انه احنا خلاص فهمنا ان كل حاجه اول 7 سنين. فانت النهارده لو جذبتي ليكي شخص نحسسك بعدم الامان، لان انت عندك جوه حاجه فيها عدم امان مفتوحه عرض متواصل، فعماله بتجذبي لحياتك اشخاص يقولوا لك بصي انت ما عندكيش امان، انت ما عندكيش امان. عشان كده مهم ان كل حد يروح يتعامل الاول مع المشاكل النمطيه. يعني ايه نمطيه؟ يعني لو انت شايفه في باترن كده في حياتك، في نمط من وانا في المدرسه مش حاسه بالامان، دخلت الجامعه اصحابي بيخونوني، او انا تعاملت في مواقف اصحابي خذلوني، بعد ما خلصت دخلت الشغل الموظفين بيأذوني. ففي حاجه انت ماشيه بيها عرض متواصل سواء رجل او امراه. الحاجه دي بقى لما تكون مستمره معانا الافضل ان احنا نتعامل معاها. طبعا فالافضل نتعامل معاها بدل ما نخش الجواز وهي مكلكعه جوانا، وبعدين نتهم اللي قدامنا ونرميها كلها على الزوج او الزوجه.